ياسمين عبد العزيز تدخل معركة الأعلى مشاهدة، ومحمد سامي أين كنتِ؟ المناكفة بدأت بمقطع فيديو نشره الفنان عمرو سعد. ما زالت معركة الأعلى مشاهدة في موسم الدراما الرمضاني مستمرة بعد أن قررت ياسمين عبد العزيز الدخول في المعركة بمسلسلها الجديد وننسى اللي كان. الأزمة بدأت بمقطع فيديو نشره الفنان عمرو سعد أكد فيه أن مسلسله إفراج هو الأعلى مشاهدة خلال السنوات العشر الأخيرة، ليقرر المخرج محمد سامي الرد عليه بمقطع فيديو يتحدث فيه عن عدم صحة هذا الأمر. وعلى الرغم من كون محمد سامي لا يمتلك عمل درامي في رمضان، لكنه قرر خوض المعركة بدلا عن زوجته مي عمر التي شاركت بمسلسل الست موناليزا الذي يعرض في النصف الأول من رمضان. ولم تمضي سوى عدة ساعات على المقاطع المتبادلة حتى قررت ياسمين المشاركة في المعركة بعد أن نشرت عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام صورة للأعمال التي تتصدر المشاهدة عبر منصة شاهد. وأظهرت المنصة أن مسلسل ياسمين عبد العزيز في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية مسلسل هي كيمياء، وفي المرتبة الثالثة مسلسل المداح، وتراجع مسلسل الست موناليزا للمرتبة الرابعة. وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار، دول توب 4 على شاهد مصر، مبروك يا حبايبي. وأشارت لصناع الأعمال المتواجدة.